السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة كلمة الأبان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل بانيه. جبت كيلو الا ربع من البانيه، غسلته ونقعته في ليمون ساعتين وصفيته من المية كويس. أول حاجة هنزل بمعلقتين كبار من الزبادي، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من عسل النحل، وهحط بقى عليهم البهارات. هحط ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وهحط ربع معلقه من البابريكا، وهحط ربع معلقه من بهارات الفراخ، احط ربع معلقه من الثوم المهروس، وهحط معلقه من هريسه الشطه، وهحط ربع معلقه من البصل البودر، وانا كده حاطه ثوم مهروس مش هحط ثوم بودر، وهحط معلقه من الصلصه صغيره، وهعصر ليمونتين. تجيبي ليمونتين حلوين كده كبار وعصريهم، وتقلبيهم كويس لغايه ما يتجانسوا مع بعضهم. وهحط ربع معلقه من الملح، وبعد كده هنزل بالبانيه. بعد كده سيبيه في التتبيله ساعتين. بعد كده هنعمل حاجه تانية معاكم. بعد كده هتجيبي بيضتين، وبعد كده هنزل عليهم برشه من الملح، وهنزل عليهم برشه من الفلفل الاسمر، وتربيهم كويس. وبكده بعد ما ربيتهم هركنهم ونعمل مع بعض اللي هنتبل بيه البانيه. بعد كده هنزل بمج من الدقيق، وجايبه كيسين من الفيجيتار، هقلبهم مع الدقيق، وهحط نص كوبايه من البقسماط الناعم، وهقلب كله في بعضه. بعد ما قلبت كويس، انا مرضتش احط ملح ولا احط بهارات لان الفيجيتار فيه البهارات بتاعته عشان ما يحدقش معاكي. وبعد من كده هشيل واحده من البانيه احطها في البيض واصفيها كويس، وبعد كده هنزل بيها في البقسماط وتتكي عليها جامد وانت بتتبليها. تضغطي عليها عشان تتبل معاكي كويس. نفضيها كده، وبعد من كده هعمل غيرها. بعد كده برضو نفضيها كويس وتعملي غيرها. هكملهم وارجع لكم تاني. وبكده حطيت الزيت يقدح، لازم أن يكون قادح معاكي قوي، وانزلي بالبانيه اللي انت متبلاه. وكده تقلبيهم لما يتحمروا كويس وتحسي ان هما نشفوا معاكي، تصفوهم من الزيت كويس وتطلعيهم. صف الزيت كويس قوي.
كده هنزل بطرحة تانية هعملهم وارجع لكم تاني. وبكده عملنا فطار حلو برضو خفيف النهارده. قليت بطاطس وعملت سلطه وحته المخلل، يبقى عندك فطار خفيف. وادي البانيه متحمر كويس اهو. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم ادعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم كده يشجعني.